السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وفقاً لما ذكرته شبكة كاليتشو ميركاتو الإيطالية، فإن نادي تشيلسي الإنجليزي سيطلب الحصول على 40 مليون يورو للسماح برحيل لوكاكو في الصيف بعد استعادته لمستواه مع روما والمنتخب البلجيكي. يواجه علي البليهي مدافع الهلال وروجير إيبانيز محترف الأهلي خطر الإيقاف في حال حصول كل منهما على الإنذار الرابع أمام الخليج أو الوحدة على الترتيب. سيغيب اللاعبان رسمياً عن كلاسيكو الهلال والأهلي، حيث يمتلك للثنائي 3 بطاقات صفراء. أكد رودريجو بافيا المتحدث الرسمي للمنتخب البرازيلي أن إصابة نيمار أمام فنزويلا في المباراة الأخيرة غير مقلقة تماماً، موضحاً أن الفحوصات أثبتت سلامته وجاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة بشكل طبيعي. يقدم المدرب البرتغالي خورخي خيسوس محاضرة فنية للمدربين الوطنيين عند الساعة 3 عصراً في مقر النادي بالعاصمة الرياض.